اهلا بيكم في الكورس كامل للتجاره الالكترونيه. معاكم محمد فهيم، ماركتنج مانجر لشركه ادفرتايزنج. اشتغلت الحمد لله مع براندات كتيره على علاقه بالاي كوميرس، فالنهارده هنقدم الكورس ده بشكل كامل ومتكامل علشان نساعد بعضينا في ان احنا نوصل لنتيجه مرجوه او نتيجه احنا عاوزينها. لو حسيت ان انتم فعلا مش فاهمين، فالتراك ده مبني على فكره ان انا بديك معلومات كتيره عن المجال ومصطلحات وحاجات كتير لازم تبقى عارفها، علشان وانت بتخطط ازاي بقى تعمل المنتجات والتسويق وتشتغل والحاجات دي كلها يبقى عندك نوليدج عن الموضوع ده، فتقدر تبني الخطه بتاعتك بشكل سليم. انا هنا مش جاي اقول لك خطه عباره عن 1 2 3، انا هنا عايز اديك علم كامل ومتكامل علشان تعرف تصطاد سمكه لوحدك واديك سمكه كمان في الاخر. فيلا بينا نبدا. انا المهم عندي في المحاضره دي محاضره رقم 2 والمحاضره رقم 3 ان انت تكون عارف شويه معلومات كده عن حاجات هقولها لك، فاحنا دلوقتي هنتعرف عليها واحده بواحده، والحاجات دي هتساعدنا جدا قدام واحنا شغالين. فمهم جدا ان انت تصحصح معايا وتجيب ورقه وقلم وكوبايه القهوه بتاعتك، ويلا بينا نبدا. اول حاجه عايزين نتكلم فيها هي ازاي تختار المنافس الصح. قبل ما هنا بنتكلم، في ناس كتيره جدا لما بيعرفوا اللي هو انا بروح ابص على المنافسين، طب هو مين المنافس بتاعي، طب انا المفروض اعرف المنافس ازاي، طب هل المنافس اللي بيبيع الحاجه بتاعتي ولا لا. فخلينا كده مع بعض نتكلم عن الموضوع ده ونناقشه تاتا تاتا. اول حاجه ازاي تختار المنافس الصح بتاعك. قبل ما نتكلم عنه خلينا نعرف كده سوا مين هو المنافس الصح اصلا. يعني المنافس الصح ده بالنسبه لنا بيبقى عامل ازاي؟ هل المنافس ده مجرد ان هو بيبيع البرودكت بتاعتي او المنتجات بتاعتي، ولا المنافس ده حد فاتح معايا في نفس المنطقه؟ فخلونا كده نقسم المنافس بتاعنا لحاجتين. عندنا منافس غير مباشر ومنافس مباشر. مين المنافس الغير مباشر؟ المنافس الغير مباشر ده ممكن يكون شخص شغال معانا في نفس الاندستري، ولكن هو ما بياخدش حصه مني، او ما انا مش هقدر اخد حصه منه. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت عندك محل بتفتح محل موبايلات، انت ممكن تكون بتبيع موبايلات عندك في منطقه الجيزه، ولكن عندك في المحلات قصادك عندك محل مثلا اسمه الفرسان، ده محل الواحد فاتح بيبيع موبايلات. على الناحيه الثانيه عندك محل مثلا بيتك. هل نقدر نقول ان محل الفرسان ده هو منافس مباشر زيه زي بيتك؟ يعني انت بتهدد بيتك زي ما بتهدد المنافس اللي قصادك اللي هو المحل بتاع الفرسان. ده المقصود بالمنافس الغير مباشر. المنافس الغير مباشر لو هنعرفه ممكن نقول ان هو حد بيشتغل بنفس الحاجه بتاعتك او بيشتغل بنفس طريقه الشغل بتاعتك، ولكن هو ممكن يكون بيكلم اودينس مختلفين، ممكن يكون بيبيع بانجل واسعه، ممكن يكون حد مختلف خالص عن اللي انت عايز تسوق لهم. فده بالنسبه لنا هو منافس غير مباشر. طب المنافس الغير مباشر ده انا ببص عليه ليه؟ ببص عليه لان انا بقول انا في يوم من الايام عاوز اوصل للمكانه بتاعته. فلو انت مثلا محل ملابس ولسه بادئ اونلاين، وعندك فليكن حد تاني محل اكبر منك شويه، مثلا المحل ده تعال نفترض ان هو اكس ده فاتح 7 أو 8 فروع في حوالين مصر، وانت لسه صفحه اونلاين. ما ينفعش تقول والله انا المنافس بتاعي صفحه اكس، ده مش منطقي خالص. انت المنافس بتاعك ممكن يكون صفحه بتبيع نفس اللي انت بتبيعه، صفحه عندها نفس شكل البرودكت اللي موجود، ولكن هي ما عندهاش فلاين ستور، بتشتغل على الاونلاين بس. فبالتالي خلاص انت هتيجي تنافسهم لان هم ما عندهمش حاجه على ارض الواقع. فهنا ده المعنى اللي احنا قصدنا بيه في المنافس الغير مباشر. المنافس المباشر مين بقى؟ المنافس المباشر بالنسبه لنا هو شخص اقدر اخد من الحصه التسويقيه بتاعته. ده تعريف كده بسيط. يعني ايه اخد من الحصه التسويقيه بتاعتي؟ يعني فلنفترض ان زي ما احنا ضربنا مثال بمحل الفرسان، لو محل الفرسان في الشارع بتاعنا فاتح محل موبايلات، والفرسان ده بيبيع للمحل بتاعنا والمحل اللي جنبينا والمحل اللي جنبينا، خلاص هو بيبيع للناس دي، هو خلاص عنده الخمس شوارع اللي شغال عليهم. اي حد بيعوز اي حاجه من الموبايلات او بالاكسسوارز بتاعه الموبايلات بيروح لمحل الفرسان اللي احنا قلنا عليه. الفرسان ده لو انا جيت فتحت محل مثلا وسميته طيبين، محل الطيبين بتاعي هو بياخد من مين؟ بياخد من الفرسان. الشخص اللي كان هيروح يشتري من الفرسان ما راحلوش، اشترى مني انا. ممكن اشترى مني علشان سعري ارخص، ممكن اشترى مني علشان الناس كانت بتشتكي من معامله الراجل صاحب الفرسان، ممكن جولي علشان انا المحل بتاعي شكله كبير وشكله حلو فهم حبوا ان هم يدخلوا يجربوا، ممكن جولي علشان انا عندي منتجات مش موجوده عندي. فاللي بيحصل ده هو ده بقى بالظبط تحليل المنافسين. فقبل ما احنا نبدا، علشان الكلمه دي هنسمعها كتير جدا قدام، فقبل ما نبدا لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها منافس مباشر بالنسبه لي ومنافس غير مباشر. ده بيكون ليه طريقه وده بيكون ليه طريقه في ان احنا بنحلله. فمثلا المنافس الغير مباشر مفيش مشكله انك تاخد منه كونتنت، ولكن ما تقدرش مثلا تاخد منه حاجه نقطه قوه عندك وتاخدها عندك. هو ممكن يكون متعاقد مع 13 14 15 شركه مثلا تقسيط، انت ما تقدرش تشتغل مع كل الشركات دي، انت اصلا عندك الدفع بالفيزا بالعافيه. فهنا ده المعنى بتاعنا ما بين مباشر وغير مباشر. خلاص احنا دورنا ولقينا المنافس بتاعنا، نعمل معاه ايه بقى؟ المفروض نعمل معاه حاجه اسمها الكومباتيتيف اناليسيس. يعني ايه بقى الكومباتيتيف اناليسيس دي او كومباتيتيف انتليجنت؟ طيب الكومباتيتيف انتليجنت دي المفروض ان احنا بنشتغل على حاجه
لطيفه جدا مع المنافس ده، بنحدد اهم النقاط اللي عنده، اهم النقاط ندور عليها. طب هي متمثله في ايه؟ متمثله في واحد، هل الراجل ده عنده ديزاينز شكلها حلو؟ يعني هل الراجل ده تصميماته، الشكل اللي بيظهر للناس، تصميماته هنا شامله الاونلاين والاوفلاين، ممكن يكون مثلا شكل الديكور بتاعه يكون شامل شكل تصميماته على الفيسبوك، اي تفصيله من التفاصيل دي. هل الراجل ده شكل الديزاينز بتاعته حلو؟ هل الراجل ده بيبيع اكتر مني؟ يعني الراجل ده لو انا فاتح وهو فاتح، هل توتال المبيعات او توتال الزحمه اللي عنده باينه ان هي اكتر مني ولا لا؟ بعد كده الناس بتحبه ليه؟ انا محتاج اعرف ليه الناس تروح له هو ما تروحليش. هل معاملته مع الناس كويسه؟ هل طعمه حلو لو هو مطعم؟ هل بيضحك الناس، بيوزع عليهم نكت مثلا، جايب لهم توفيق جوه، ولا مثلا سعره رخيص؟ اذا انا عايز اعرف الناس بتحبه ليه. هل بيعمل عروض؟ طب لو بيعمل عروض، بيعمل العروض دي امتى؟ هل عروض على طول؟ يعني هل هو على طول بيعمل عروض؟ هل العروض دي بتاخد بروفيت شير بتاعته، او بتاخد من المكسب الصافي بتاعه؟ بيقول لك مثلا انا بدل ما هعمل اعلان ب 50 جنيه عشان اجيب كلاينت او عميل، انا هعمل خاص 50 جنيه واجيب الناس اللي هم اتارجت الناس اللي بيحبوا الخصومات. فشكل العروض بتاعته عامله ازاي؟ دي برضو حاجه من الحاجات المهمه. هنا بقى الكومبتيتيف انتليجنس دي اللي احنا اتكلمنا عليها بتفيدنا بايه؟ اول حاجه، ودي من اهم الحاجات، ان احنا بنتفادى اغلاط المنافسين. انا والله بشوف المنافس الفلاني غلط غلط معين اول ما فتح البيدج بتاعته، والغلط ده كلفه خساره 1 2 3، اشتغل مثلا في منتجات صيني وفضل طول عمره خلاص ان هو اتعرف في المنتجات الصيني. فاذا انا لما بشوف الغلط ده بتجنبه. الحاجه الثانيه ان انا ببدا اكتشف فرص جديده، لان هو اشتغل، ممكن يكون مثلا هو شخص كويس جدا 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 في التليفونات، بيبيع الموبايلات بسعر رخيص، ولكن هو في حته الاكسسوارات جايب اكسسوارات قديمه، سكرينات عاديه، جرابات عاديه. فانا هنا اقدر اشوف فرصه جديده في ان انا اجيب مثلا سكرينات متطوره شكلها جديد، اجيب جرابات شكلها شيك وحلو واحلى، زي مثلا جرابات الايفون اللي بيبقى فيها كلب، او في جراب للايفونز برضو بيبقى تقريبا عباره عن توم وجيري بيجري ورا حد او حاجه زي كده، توم وجيري بيجروا ورا بعض. المهم يعني دي كلها اشكال من الاشكال اللي ممكن تخلينا نفتح فرص جديده نشتغل عليها. عندنا ايه تاني؟ عندنا كمان افكار تسويق اكتر. افكار تسويق اكتر طول ما احنا شغالين وبنعمل كومبيتيتور او بنبص على المنافسين بتوعنا، دايما بيجي لنا دايما افكار. فليكن مثلا هو اتكلم عن ان هو شخص شحنه سريع، انا ممكن اتكلم ان انا الشحن سريع وبيوصل سليم. ممكن مثلا الناس بدات تشتكي عنده ان خدمه العملاء عنده سيئه، فانا ممكن ابدا اتكلم في فكره ان خدمه العملاء عندي كويسه. الحاجه الاخيره والمهمه وهي تطوير المنتج او الخدمه اللي احنا بنقدمها. بصك دايما على المنافس بيخليك تعرف هو طور في ايه وسبقك في ايه، علشان تحاول تحصله او تتطور انت في ناحيه تانية. والبص على المنافسين ده حاجه مش غلط، بالعكس دي حاجه كويسه جدا وبتقوي البيزنس بتاعنا. تعالى بقى نبص بصه على الجدول اللي قصادنا ده. دي طبعا حاجه بسيطه كده عن ازاي نلقي نظره سريعه على المنافسين. اول حاجه احنا عايزين نراقب الاعلانات بتاعته، دي طبعا بنقدر نبص عليها من الميتا ادز لايبراري بتاعتنا. انا مهمتي ابدا اشوف والله هو الاعلانات عامله ازاي، شكل الديزاين، بيستخدم كرييتيف عامله ازاي، هل بيستخدم تصميمات خارجه من الفوتوشوب، ولا بيستخدم صور طبيعيه من الايفون صورها عادي، ولا بيشتغل بانهي طريقه. ده بالنسبه لي شيء مهم جدا. عندنا ايه تاني؟ عندي كمان متابعه السوشيال ميديا بتاعته بشكل يدوي. يعني الراجل ده بينزل ستوريز عامله ازاي، بيشتغل على ستوري دايما ولا بيشتغل مسابقات. طيب بالوايم كده في اخر مثلا 30 يوم انهي اكتر بوست جاب نتيجه. طيب جاب نتيجه ليه؟ دي حته بتبقى لازم تبقى عندك انت وتتعمل بشكل يدوي. بعد كده ابدا اعمل كل الافكار اللي طلعت لي من المحتوى زي ما احنا قلنا فوق، نبدا نحطها في الجوجل دوك بتاعنا او في الملف بتاعنا. هنا ببدا احط افضل البوستس او الحاجات اللي عجبتني اللي هو عملها، او ما عجبتنيش بس جابت معاه نتيجه. في الحاله دي انا بقدر ساعتها احدد انا ايه الخطوه اللي جايه اللي المفروض تحصل. عندنا تاسك كده بسيط مهم جدا ان احنا نعمله، عايز الناس بعد ما تخلص الفيديو ده تعمله علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني عايزك تروح تعمل في جوجل اكسل او جوجل دوكس اي حاجه من الحاجات اللي انت بتعرف تستخدمها، وانا اقدر ابعت ليك الفايل ده، ولكن انا عايزك تشتغل بايدك، لان انت طول ما انت بتعمل هيفتح معاك في خانات او مربعات تانية تقدر تشتغل فيها. عايزك تعمل مربع يكون فيه التالي: 1 اسم المنافس، 2 لينك للمنافس بتاعه او البيجز بتاعته او الفيسبوك او حاجه زي كده. بعد كده عايزك تحط خانه فيها عدد المتابعين، عايز تعمل فيها نوع العروض اللي هو بيقدمها. بعد كده الكلمات المفتاحيه، الكلمات المفتاحيه لو هو على جوجل او لو هو على السوشيال ميديا تبدا تشوف وراه الراجل ده بيركز على ايه. مثلا هل بيركز على الجوده، بيركز على اسرع ديليفري، بيركز على ايه بالظبط. بعدين تبدا تشوف اقوى اعلان عنده جايب نتيجه وتحلله الكرييتيف بتاعته عامله ازاي، طب الكونتنت عامل ازاي. بعدين تبدا تجمع كل الافكار دي وتقول والله عندنا فكره 1 و2 و3 دي افكار نقدر نطبقها. واخر حاجه تبدا تتكلم على نقاط الضعف الواضحه اللي عنده. نقاط الضعف الواضحه اللي عنده دي بتتيح ليك فرصه لحاجتين: 1 يا اما ان انت تستغل نقاط الضعف اللي عنده هي نقاط قوه بالنسبه لك، يا اما بتبقى متفهم ان
ان دي نقاط ضعف عند منافس كبير، فانت ما تحرقش وقت في ان انت تحاول تقويها. بفكرك ان في تمبلت وكتيب للناس المهتمه بالتجاره الالكترونيه هيساعدهم ان هم يبداوا فعلا وياخدوا خطوات، وهيساعدهم كمان ان هم يعرفوا الغلطات اللي احنا وقعنا فيها قبل كده عشان ما يقعوش فيها. هتلاقوها موجوده تحت في الديسكريبشن، اللينك تحت يعني. خلاص احنا هنا خلصنا الحاجه دي. الحاجه الثانيه اللي عايزين ندرسها حاجه اسمها الكروس بوردر. الكروس بوردر اي كوميرس ده عباره عن ايه؟ الكروس بوردر يعني ان انت تعبر الحدود بالمنتج بتاعك، او التجاره الالكترونيه العابره للحدود. وهنا من موضوعها تفهم ان انت بتبقى قاعد في مكان بس بتعبر الحدود انك تبيع لدوله ثانيه. ليه الموضوع ده مهم جدا ان احنا نعرفه؟ اولا انت بدل ما بتبيع ل 100 عميل، انت بتقدر بمنتهى السهوله تقدر تبيع لمليون حوالين العالم. طبعا الرقم بيتضاعف اضعاف كتيره جدا، ولكن بتوصل لاسواق ثانيه. ايه الفايده اللي هتعود عليا؟ الفايده اللي هتعود عليك اولا فلوس اكتر، ثاني حاجه نمو اسرع، بعد كده شهره عالميه. الشهره العالميه هنا ان انت وجودك في اسواق مختلف، ده شيء هيضيف ليك، مش هينقص منك، ولكن هيضيف ليك انك تتعرف في اسواق مختلفه. تخيل مثلا انت هنا موجود ولكن البراند بتاعك معروف في السعوديه، معروف في دبي، معروف في الامارات. طيب ازاي بنشتغل بالكروس بوردر ده؟ في 5 حاجات اساسيه انا عايزك تبقى مركز فيها. اول حاجه المنتج المناسب، والمنتج المناسب هنا معناه انك تختار المنتج اللي يعجب الناس في الدوله الثانيه. يعني ما تقيسش الموضوع على نجاح المنتج بتاعك هنا، لازم تشوف هو مناسب للثقافات بتاعتهم ولا لا. زي مثلا المنتجات العربيه، يعني خليني اضرب مثال لحاجه اسمها كسوه. كسوه دي كانوا بيعملوا كسوه للكعبه، بيعملوها هنا بشكل يدوي، ما كانتش بتتباع في مصر ولكن كانت بتتباع بره. بتتباع بره تحديدا للناس اللي عايزه تهدي مثلا هديه قيمه لشخص معين او حاجه زي كده. بيعملوا حاجه شبه كسوه الكعبه بنفس القماش كل حاجه، وتتحط كده في برواز وبيكون شكلها لطيف وتتعمل هاند ميد. عندنا كمان منتجات خفيفه وسهله الشحن، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نختارها واحنا شغالين. منتجات خفيفه وسهله الشحن عشان تتجنب غلطات الشحن زي مثلا التكسير، مشاكل اللي بتحصل، التفاصيل دي كلها. بعد كده هنا كمان عندنا منتجات مطلوبه في اوروبا وامريكا، زي مثلا الاكل الحلال، الفاكهه المصريه، الحاجات اللي ليها علاقه بالازياء، اكسسوارات، اي حاجه من الحاجات الموجوده في الاسواق سواء امريكا او اوروبا عشان نشتغل عليها ماركتنج. تاني حاجه بالنسبه لنا في الاساسيات اللي لازم تفهمها هي وسيله الشحن الدوليه. وسيله الشحن الدوليه دي شركات لازم تبقى عارفها، دي اتش ال، ارامكس، فيديكس، كل دي شركات محتاجه ان انت تبقى عارفها وتسجل معاهم ازاي وايه التفاصيل اللي بيحتاجوها علشان تعرف تشحن الدوله بتاعتهم، وتفهم بقى تفاصيل زي مثلا سياسه الشحن، سياسه الاسترجاع، سياسه الضمان لو حاجه اتكسرت. كل دي تفاصيل محتاج انك تعرفها. ثالث حاجه محتاج انك تكون عارفها هي بوابه الدفع الالكترونيه. عندك باي بال كاشهرهم، بس عندك حاجات كتيره جدا ومعظمها هيبقى محتاج ان انت تعمل سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. في الموضوع ده طرق كتيره جدا موجوده في اوروبا، ان انت تفتح شركه في انجلترا تقريبا، شركه في الامارات، وطبعا ان انت تفتح شركه في مصر الاجراءات دلوقتي بقت اسهل بكتير. بعد كده هنا عندك ان انت مواقع او منصه بتدعم البيع للدول دي. يعني ايه بتدعم البيع؟ يعني مثلا احنا محتاجين موقع يقدر يغير العمله. اي شخص داخل من السعوديه او من الامارات، اللي من السعوديه يظهر له السعر بالعمله الريال، ومن الامارات تظهر له بالدرهم الاماراتي. تغيير اللغه، اللي داخل من كندا غير اللي داخل لك من مصر غير اللي داخل لك كمان من السعوديه. وان كمان يكون الثيم او شكل الويب سايت بيتغير من البانرات والديزاين والكونتنت على حسب الشخص اللي داخل الدوله دي منين. البانر اللي بيظهر في السعوديه غير البانر اللي هيظهر في كندا مثلا. فدي كلها تفاصيل لازم يكون الموقع اللي انت هتشتغل عليه يكون بيدعم التفاصيل دي. اخر حاجه بقى بالنسبه لنا ودي مهمه جدا، تكون بتفهم في المجتمعات اللي انت هتسوق فيها. وده هنا مثال بسيط، محدش هيحب العكاوي غير المصريين. فاعتقد كده انتوا فهمتوا المقصود من فكره ان احنا نفهم المجتمعات قبل ما نروح نسوق ليها. بعد كده هنا عندنا ايه التحديات اللي لازم تاخد بالك منها قبل ما تبدا في الكروس بوردر او فكره ان انت تشتغل مع دول تانية، تبيع منتجات بتاعتك في دول تانية. اول حاجه لازم تبقى واخد بالك منها هي الجمارك. وان هنا معظم المنتجات بتبقى محتاجه تصريح محتاج دفع، ممكن يتاخر، وممكن يبقى في شروط معينه ان الدوله اللي هناك تستقبل البرودكت بتاعك. تاني حاجه موضوع العمله وفرق العملات، مش ممكن، هو اكيد هياثر في السعر بتاع المنتجات بتاعك، فلازم تبقى عامل حسابك على الموضوع ده جدا. اخر حاجه الحاجات اللي ليها علاقه اللوجيستيك هنا، زي مثلا ان المنتج يتاخر بسبب الشحن، او الموضوع ياخد اطول من اللازم، او ان هو ما يوصلش اصلا، او ان العميل يتضايق عشان حاسس ان حاجه بتوصله متاخره، او ان يكون عندك المنتج ده متوفر اصلا في البلد هناك وبيوصل في خلال يومين وانت هتوصله بعد 15 يوم. فكل دي حاجات لازم تاخد بالك منها اللي علاقه باللوجيستيك. اخر حاجه زي ما احنا قلنا فوق، ثقافه البلد، ودي اختصرها برضو بجمله بسيطه، ان محدش هيحب العكاوي غير المصريين. فخدوا بالكم من الجمله دي، ما نبيعش حاجه الناس اصلا ممكن ما تقبلهاش في الدول التانية. وقبل بقى ما ندخل في الجزء الجديد، بفكرك ان في جروب لتاسكات الكورس ده، هتلاقيه اللينك بتاعه تحت، اسمه تراي وث فهيم، موجود في الديسكريبشن. يعني لو انت تتفرج على اليوتيوب هتلاقوا الجروب موجود،
هتعملوا التاسكات هنبص عليها وهنشجع بعضينا ان شاء الله، وكمان هنعمل ويب سايتس ما بيننا وما بين بعض، يعني ان شاء الله نبقى عيله واحده كده تساعد بعضيها في الخطوه دي. بعد كده هنا عندنا حاجه اسمها نماذج البيع الاونلاين. يطلع ايه بقى لا مؤاخذه نماذج البيع الاونلاين؟ اول حاجه انت عندك 3 حاجات في نماذج البيع الاونلاين. اول حاجه هي الاشتراكات او سبسكريبشن مود. دي عباره عن ايه؟ دي معناها ان العميل بيدفع ليك بشكل متكرر، مش شرط مقابل منتجات، ولكن ممكن يكون بيدفع ليك مقابل خدمات حوالين المنتجات بتاعتك. يعني مش شرط بيدفع لك مقابل القهوه، لا هو بيدفع لك مقابل مثلا ان القهوه توصل له بتوصيل مجاني، وهنتكلم عن المثال ده مثلا قدام. ليه الموديل ده مهم؟ اولا لان العميل بيشتري منك طول الوقت من غير ما تقنعه كل مره، خلاص هو اقتنع بيك، اشترك معاك، هو فاكرك واشترك معاك بالفعل، فخلاص مش محتاج انك تقنعه كل مره بالشراء. تاني حاجه ان انت بيبقى عندك دخل ثابت ومتكرر، ودي حاجه من الحاجات المهمه. اخر حاجه انك بتبني علاقه طويله الامد مع العميل بتاعك، ودي هنشرحها في التفاصيل باذن الله المحاضره الجايه. طب ايه بقى انواع السبسكريبشن موديل ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ اول حاجه بنتكلم عنها مثلا، تعالوا نفترض على حاجه البرودكت سبسكريبشن او الاشتراك على المنتج. زي مثلا ان يكون انت عندك اشتراك ان القهوه توصل لك كل شهر، مثلا هتوصل لك كل شهر بشكل طازه مثلا نوع بن معين انت حابه، او مستحضرات التجميل ان انت في مستحضرات وعنايه شخصيه بتستخدمها كل شهر فمحتاجه توصل لك، او مستلزمات شخصيه زي مثلا ممكن يكون الادويه او الفيتامينز او اي حاجه من الحاجات دي كلها. عندنا ايه تاني؟ عندنا النوع التاني من انواع السبسكريبشن موديل وهو الديجيتال سبسكرايب. الديجيتال ده فكرته ايه؟ فكرته مثلا ان حد مقابل خدمه معينه ليها علاقه بالويب سايت ده، فليكن مثلا نتفليكس، تشات جي بي تي، برامج زي ادوبي، او حتى فكره الكورسات الاونلاين. وهنا فكرتها ان العميل بيدفع عشان يوصل لمحتواه او الاداه بتاعت كل شهر. هو بيدفع علشان نوصل لنتفليكس، بدفع علشان اوصل لشات جي بي تي، بدفع علشان اوصل لادوبي، بدفع علشان اوصل للكورس بتاعي او محتوى مثلا زي كورسيرا او الحاجات اللي زي كده. بعد كده هنا عندنا الاكسس سبسكريبشن. الاكسس سبسكريبشن ده ان انا ممكن اكون بستخدم الحاجه دي ولكن عايز اخد اكسس معين او ميزه معينه تفرق عن الباقيين بتوعي. زي مثلا على سبيل المثال عندنا خصومات حصريه، عندنا جروب خاص بالمشتركين، عندنا ادوات اضافيه مثلا داخل التطبيق زي مثلا انت تسجل. المهم ان اي حاجه بيبقى فيها ميزه، وده فكرتها ان احنا بندفع اشتراك وبناخد شحن اسرع وعروض خاصه او افلام زي امازون بريميوم، بعيدا عن انه مقاطعه يعني، بس امازون بريميوم مثلا خلاص انت بتدفع اشتراك مقابل بتاخد شحن اسرع، بتاخد خصومات، بتاخد تتفرج على افلام، بتاخد تفاصيل كتيره. ايه بقى الخطوات اللي احنا ممكن نتبعها ونلتزم بيها لو عايزين نبدا في سبسكريبشن موديلز بتاعتنا؟ اول حاجه انت محتاج تختار المنتج او الخدمه، وهنا لازم يكون شرط اساسي من اختيار المنتج ده ان يكون العميل دايما محتاج، يعني مش العميل بيحتاجها كل فتره، لا هو دايما بشكل دوري. دوري هنا معناها كل شهر كل سنه، لكن هو بشكل دوري محتاج الخدمه بتاعتك دي. مثلا بتبيع قهوه، تقدر تعمل اشتراك بسيط مقابل ان كل مره بيطلب فيها القهوه بتاعتك التوصيل بيكون مجاني، حاجه تخلي تعمل سبسكريبشن مود. تاني حاجه انك تحدد نوع الاشتراكات، هل الاشتراك شهري ولا ربع سنوي ولا سنوي. وطبعا ما ننساش ان الحته دي فيها تركايه، ان كل ما زادت المده المفروض السعر بيقل نسبيا. يعني اللي يشترك معاك شهر المفروض لو اشترك معاك ربع سنوي يبقى ارخص من سعر الشهر الواحد في السنه، واقف ارخص بكتير من السعر الشهر لوحده، ودي موجوده كتير جدا يعني مفهومه. تلاقي مثلا يقول لك لو هتشترك شهر ب $18 مثلا، ولكن لو خدت سنه فالشهر بدل ما $18 يبقى واقف عليك مثلا ب $8، فاللي هو تبقى انت وفرت كل شهر $10. الموضوع ده طبعا يعتبر كويس جدا جدا بالنسبه للناس المدربين او اللي بيشتغلوا في الحاجات اللي ليها علاقه بالكوتشنج والحاجات اللي زي كده. بعد كده محتاج ان انت تكون عارفها، وهي انك تعمل عروض. زي مثلا تقول ان اول شهر مقابل 50 جنيه، انك مقابل 50 جنيه او في اشتراكك معايا ب 50 جنيه بس هتاخد اشتراك لمده مثلا 3 شهور وهتستفيد بتوصيل مجاني. الفكره هنا خليني اقولها لك علشان تبقى واضحه اكتر. انا عايز اوصل لمرحله ان العميل، تعال نفترض انا العميل وانت جاي بتقول لي المنتج ده ب 100 جنيه وعليه 50 جنيه توصيل، بس انت ممكن تدفع بدل 50 جنيه توصيل ممكن تدفع 70 جنيه واي مره جايه هتاخد التوصيل مجاني. ساعتها انا هبدا اشوف والله انا كده ربح، لان انا لو طلبت مرتين انا هدفع 100 جنيه لكن انا هدفع 70 جنيه وهقدر اطلب كل المرات ببلاش او هاخد شحن مجاني. انت هنا ساعتها مكسبك مش في ان هو دفع ال 50 جنيه، انت مكسبك في ان هو يحس ان عنده ميزه تخليه يطلب منك مره واثنين وثلاثه، فهو بقى لويال ليك وعايز يطلب منك علشان يستفيد بالعرض اللي هو حاسس ان دي ميزه، ده حاجه حلوه ليه ما استفدش منها. في نفس الوقت انت موجود عنده دايما في باله، فبدل ما خليته يختار ما بين حاجتين اللي هو هيشتري منك ولا ما يشتريش، اقنعته وخليت المنافسه ما بين يشتري منك ويدفع فلوس كتير على الشحن ولا يشتري منك وما يدفعش فلوس. فهنا بقت المقارنه خارجه ما بين او لا، والمقارنه ما بين خارجه ما بين بميزه ولا من غير ميزه. فهنا انت حصرته في الحته بتاعت ان هو بس. بعد كده هنا عندنا
انك توفر وسيله تجديد التلقائي. ده علشان ساعات كتيره جدا الناس بتكسل تجدد، وساعات اكتر بتكسل تلغي او بينسوا يلغوا، فخلاص بيلاقوا حاجه اتخصمت منهم ممكن يخشوش يلغوها يعني. فلازم توفر وسيله تجديد تلقائيه، موضوع هيفرق معاك جدا. بعد ما خلصنا الحته بتاعه السبسكريبشن موديل، عندنا نوع تاني بيع وهو البيع المباشر. البيع المباشر هنا دايركت تو كونسيومر، البيع المباشر الى المستهلك. ده يعني ايه؟ هنا يعني الشركه بتبيع للعميل بشكل مباشر من غير موزعين او تجار جمله او حتى متاجر وسيطه في النص. وهنا الفكره بتاعته ان المصنع بيصنع وبيبيع للمستهلك بشكل مباشر من خلال الويب سايت اللي هو بيعمله. مثال، لو عندك مثلا مصنع فيه كوتشيهات، يا هتبيع جمله يا هتبيع للمستهلك، وغالبا انت هتقول طب ما بيع للاثنين. فلو انت عندك مصنع من ده اكيد فكرت في حاجه من الحاجات دي كلها. في مميزات للبيع المباشر، خليني اقول لك ونستثنى المكسب الكبير او بلقايه الفلوس على جنب لان ده بيواجهها مشاكل تانية، ولكن خليني اقول لك على اهم ميزه. اهم ميزه هو التواصل المباشر مع المستهلك، وده معناه انك هتقدر تاخد منه فيدباك يحسن المنتجات بتاعتك. انت بالفعل بتتواصل بشكل مباشر مع المستهلك اللي بيستخدم المنتج بتاعك، فهيقدر يقول لك والله انا الفيد بتاعي كذا، الفيد بتاعي كذا، وده بيديك سرعه انك تطور في المنتجات بتاعتك عن الناس التانية. وزي ما احنا قلنا ان انا مش هقول لك ان ده فلوس اكتر، لانك ممكن تضطر تحرق فلوس في اعلانات وتخش في مشاكل بقى ليها علاقه باسترجاع وتفاصيل تانية ممكن تتشرح في المستقبل باذن الله. بس تعالى كده نفكر سوا ببعضينا بالمصطلحات اللي احنا كنا بنتكلم عنها او بنسمعها كتير، زي البي تو بي والبي تو سي والحاجات دي كلها. عندنا هنا البي تو بي، دي شركه بتبيع لشركه، زي مثلا شركه مواد خام بتبيع لمصنع، دي شركه بتبيع لشركه. عندنا كمان البي تو سي، ودي اللي احنا تقريبا شرحناها فوق، زي مثلا ان شركه بتبيع لعميل، شركه بتبيع لعميل ممكن في محل مثلا معين او في خلال الوكيل، ولكن هي في الاول وفي الاخر ده اسم الشركه وبيبيع للعميل بتاعنا. وفي حاجه بقى اسمها الدي تو سي اللي هي دايركت تو كاستمر، ودي فكرتها ان الشركه اللي احنا لسه ضاربين بيها المثال ان المصنع بيبيع للمستهلك بشكل مباشر، وهي على فكره هي دايركت تو كونسيومر، البيع المباشر الى المستهلك. طبعا في اختصارات كتيره جدا غير البي تو سي والبي تو بي والحاجات دي كلها، فكنت منزل عنها بوست موجوده كمان في التمبلت اللي موجوده تحت، تقدروا تبصوا عليها وان شاء الله يكون فيها افاده واضحه. ثالث بقى نوع عندنا وهو من الانواع المهمه جدا وهو الماركت بليس. يعني ايه بقى ماركت بليس؟ الماركت بليس ده نقدر نقول عليه مول الكتروني، في ناس كتيره جدا بياعين بيبيعوا المنتجات بتاعتهم، والعميل بيقدر يشتري من كذا بائع في نفس اللحظه، مول بالظبط ولكن على الالكتروني. والماركت بليس هنا بيكسب عن طريق ان هو بياخد عموله على كل بيعه، زي مثلا امازون ونون، وفي دول كتيره جدا فيها الماركت بليس بياخد عموله او بياخد اشتراك. ايه الفرق ما بين ان انا يبقى عندي اونلاين ستور وماركت بليس؟ اول حاجه انت في الماركت بليس انت بتبيع منتجات بياعين كتير، يعني هو ما بيبيعش الحاجه بتاعته لوحده، هو بيبيع منتجات لبياعين كتير، فدي اول حاجه هنا في الماركت بليس. بعد هنا الاونلاين ستور انت بتبيع منتجات بتاعتك بس، تكون متنوعه ولكن هي منتجاتك بس. بعد كده هنا ان كل بائع عنده المخزون بتاعه، ممكن يكون عنده مخزنه، عنده مخزن خاص بيه او مؤجر مخزن، او هو حاطط اصلا الحاجه في المخزن بتاع الماركت بليس، على عكس الاونلاين ستور ان انت بيبقى عندك المخزن بتاعك وانت اللي مسؤول عنه. بعد كده ان المنصه بتحط القوانين بتاعتها وبتاخد عموله، انت اللي بتتحكم في كل حاجه. عندك مثلا امثله زي امازون، جوميا، او اكتر حاجه امازون هنا في مصر مشهوره، وعندك مثلا اونلاين ستور زي اي اونلاين تاني تقدر تشتغل عليه. هنا ضربنا المثال مثلا بنايكي او اديداس او اي حاجه من الحاجات دي كلها. ازاي بقى الماركت بليس هو بيكسب فلوس؟ يعني انا ممكن تيجي تقول لي انا عايز افتح ماركت بليس، هفتح ماركت بليس ده انا هكسب منه ازاي؟ تعال هقول. اول طريقه ان انت بتقدر تاخد عموله على كل بيعه، مثلا 10% على كل بيعه. بتقدر ان انت تاخد اشتراك شهري من البائعين، هنا انا مقررها عادي. بعدين هنا بتبدا تقول اعلانات داخل المنصه، السبونسر برودكت مثلا، فليكن زي اوليكس او دوبيزل، اللي هي فكره ان انا البرودكت بتاعك ده فري، فمثلا هو واصل حلقه يعني فري مثلا بتوصل لعدد ايام معينه، ولكن لو دفعت فلوس اعلان سبونسر للبرودكت ده هيظهر في نتائج البحث الاولى على الموقع، وده هيساعدك تبيع المنتج بشكل اسرع. واخر حاجه هنا ان انت تقدر تاخد منهم اشتراك مقابل خدمات الشحن والتخزين، فمثلا تبدا تخزن لهم المنتجات بتاعتهم مقابل ان هم يدفعوا اشتراك شهري مثلا او سنوي. لو انت بقى بائع على الماركت بليس، ففي حاجات مهمه لازم تكون عارفها عن الماركت بليس او ليه تختار الماركت بليس ده. اول حاجه الماركت بليس بيوفر لك زوار كتيره جاهزين يشتروا، يعني انا لما اخش على امازون مثلا عشان ابص على برودكت معين انا جاهز ان انا اشتري، انا مش داخل اتفرج وخلاص. تاني حاجه ثقه عاليه، والله انا بقول ده تاجر موجود على بعيدا يعني هم دلوقتي بقوا نصابين وبيبيعوا مظلط على انها موبايلات، بس يعني المفروض ان هو حاجه ثقه اكتر من مثلا ويب سايت لسه موجود انا شايف الفيدباك بتاعته واتاكدت انها مش فيدباك فيك، فده ثقه اكبر. ثالث حاجه هي بقى الشحن وخدمه العملاء، ان انا عارف ان انا الشحن دي هي شركه امازون اللي هتوصل لي او نون، ان خدمه العملاء اللي عندهم جاهزين، لو في اي حاجه انا هتصل عليهم وهم اللي يتصلوا عليا، عكس ما اشيل انا الليله لوحدي. واخر حاجه طبعا هي البدايه السريعه، والبدايه السريعه دي معناها ان انت
بسجل تجاري وبطاقه ضريبيه، بتعرف تفتح اكونت بائع على اي حاجه من الماركت بليز علشان تشتغل بيع الكتب بتاعتك. لحد هنا احنا هنا اتكلمنا على نماذج البيع اللي بتبقى موجوده في الاي كوميرس بتاعنا. محتاجين ناخد ايه تاني؟ محتاجين ناخد حاجه تانية. بس قبل ما ندخل في الجزء ده حابب افكرك ان في جروب للتاسكات، معلش اصل انا لازم افكرك عن ده، في جروب للتاسكات بتاعتنا بندي فيها التاسكس اللي ليها علاقه بالكورس ده، فانا منتظرك ان شاء الله ان انت تشارك فيه. تعالوا بقى ناخد نظره سريعه عن حاجه مهمه جدا اسمها استراتيجيات التسعير. بس قبل ما اقول استراتيجيات التسعير حابب اكد معاكم على حاجه بسيطه، ان احنا في الكورس ده تراك ده احنا هنا ماشيين بطريقه مختلفه في التعليم. انا عايز اعرفك مصطلحات وحاجات كتيره هنقابلها في المستقبل عشان لما توصل لك تبقى عارف وعندك النولج بتاعتها. يعني انا دلوقتي تعالى نفترض ان احنا بناخد علم عن الموضوع، بناخد تفاصيل كتيره غير بقى ليه اهميه التجاره الالكترونيه والحاجات اللي زي كده، هناخدها قدام، ولكن احنا دلوقتي بديك نولج كده وحاجات. فانا عايزك تبقى مجهز الورقه والقلم، تسمع مني بس المعلومات، واحنا بعدين لو في حاجه سقطت تقدر تبعتها لنا في الكومنتات او تبعتها لنا على الجروب هناك وهنجاوبك عليه. ولكن دلوقتي انا عايز اعرفك معلومات كتيره قوي قوي حوالين المجال. ففوق معايا، اشرب لك بق قهوه كده زيي، وتعالى يلا نخش في استراتيجيات التسعير. اول حاجه انت عندك الدايناميك برايسنج او التسعير الملاوع مثلا او المتغير، خلينا اللي هي المتغير. طب ايه فكره التسعير المتغير؟ فكره التسعير المتغير ان انت وانت بتسعر تسعيرك مش ثابت، ممكن يكون متغير بسبب السيزونز بتاعتك، متغير بسبب العروض، او متغير بسبب ان في منافس قوي دخل عمل الشلاحات وانتوا شغالين. فمثلا العروض فترات المواسم بيبقى عندك ركود، وطبيعي في الفترات اصلا فترات اللي هو بعد المواسم بيبقى فيه ركود، عكس فترات اللي فيها مواسم بتشتغل وسعرك بيزيد. فالطبيعي ان السعر يتغير حسب الطلب او الوقت او المنافسه او حتى نوع العميل اللي داخل عليك. ونوع العميل هنا مش معناه انك تبيع لي ده بسعر او تبيع لي ده بسعر، ولكن مثلا معناه ان انت ممكن تكون قطنيل، انت عامل قطنيل عادي بسعر مثلا 100 جنيه وعامل قطنيل في اي بي بسعر مثلا 300 جنيه. ده عميل وده عميل، هو نفس البرودكت ولكن ده عميل وده عميل، وفي دايناميك سعر بيبقى شغالين عليه، مع ان انا ما بحسش في فرق والله في القماشه ما بين الاثنين يعني. بس يلا تعال نشوف مثال اوضح يوضح لنا فكره الدايناميك برايس. انت عندك اوبر وبوكينج، ده واحد في الزحمه او وقت الذروه زي ما بيتقال السعر بتاعه غالي، والتاني ان الفنادق في الصيف غير الشتاء. طيب ايه مميزات بقى الاستراتيجي دي؟ ما هي الاستراتيجي دي يعني بتزود وبتزيد، بس ليها مميزات وليها عيوب برضه، بس خلينا نتكلم عن مميزاتها. اول حاجه انت الارباح بتاعتك بتزيد في وقت معين وبتقدر تقلل الخساره. يعني مثلا لو انت كل شهر بتكسب جنيه فعلى اخر السنه بتكسب 12 جنيه. اللي بيحصل هنا مختلف ازاي؟ انت ممكن تكون في 6 شهور بتكسب 12 جنيه، شهور التانيين بتكسب زيرو، فاذا توتال الكسب بتاع السنه بتاعتك هو ال 12 جنيه. تاني حاجة انك بتفضل دايما في السوق، كونك على طول دايناميك سعر بتطلع وبتنزل وبتبدأ تخطط عروض. بتيجي رمضان تعمل عرض لرمضان، بيجي العيد بتعمل عرض للعيد، بيجي شوال بتعمل عرض لشوال. مش عارف حد بيعمل شوال ولا لا، بس يعني اقصد ان انت اي مناسبة بتقدر تعمل لها عروض. منافس والله عمل خصم كذا فتقدر تدخل وتعمل خصم انت كمان. وكنا اتكلمنا على الحتة دي وازاي تعمل الكامبين وتتخطط لها في الاول ازاي في كورس الاستراتيجي، هتلاقوه في على الشانل بتاعتنا، اتفرجوا عليه يعني هيفيدكم باذن الله. بعد كده واخر ميزه من ميزات انك بتكون مرن وتقدر تاخد اسواق من منافسين مختلفين. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نوضح الحته دي. لو انت مثلا براند ملابس تهدف الناس اللي بتشتري كوتش ب 1000 جنيه، انت خلاص التارجت بتاعك هم البيرسونا اللي عندها القدره انها تشتري كوتش ب 1000 جنيه. وبعدين جيت في لحظه عملت خصم كده من الخصومات بتاعه الشاذلي، وقلت كوتش من الموديل القديم هيبقى ب 500 جنيه. ساعتها انت بعت الكاتيجوري مختلف، سمع عنك وجربك، وممكن في وقت من الاوقات يجي يشتري منك ابو 1000 جنيه، او يحس بان في فاليو حقيقيه في الحاجه ب 500 جنيه، فيبدا يحس ان هو لو دفع 1000 جنيه هياخد فاليو اكتر. واحقاقا للحق ان في ناس ما بتفضلش الاستراتيجيه دي وبتقول ان انت كده بتظلم الناس اللي اشترت منك ب 1000 جنيه، بتحس ان زيها زي الناس اللي بتدفع 500 جنيه. ويمكن النظريه دي بتبقى مثلا لايقه اكتر على الحاجات الكبيره، يعني مثلا شنطه مثلا ب 44000 جنيه لو خلوها مثلا ب 500 جنيه فهتلاقي اي حد بقى بيشتري الشنطه دي، فخلاص هي فقدت الحته بتاعت اللكشري براند. عموما يعني انا حابب افكركم ان حاطط في الكتيب اللي موجود تحت ويب سايتس او مواقع هتساعدكم ان انتوا تراقبوا الدايناميك برودكت بتاعتكم وتشوفوا الاسعار بتاعتهم عامله ازاي. والمواقع دي على فكره هتفيدكم في حاجتين. اول حاجه لو انت شخص عايز تشتري وعايز تشوف هو ده عرض وهمي ولا عرض حقيقي بناء على السعر بتاعه. والحاجه الثانيه لو انت عايز تشتغل على منتج معين وعايز تعرف هو السيزون بتاعه امتى، يعني امتى الوقت اللي الناس بتخفض فيه السعر عشان يبيعوا كتير، وامتى بيرفعوا فيه السعر عشان مثلا بعد شهرين 3 يقدروا يقللوا السعر بتاعه تاني.
فده ويب سايت مهم جدا تشتغل عليه. بعد كده عندنا النوع الثاني من انواع التسعير، وهو حاجه اسمها value based او pricing based value، التسويق على اساس القيمه اللي انت بتقدمها. وده نوع من انواع التسعير بنحدد فيه سعر المنتج حسب قيمته في نظر العميل، مش حسب التكلفه ومش حسب سعر السوق، ولكن حسب هو بيحل مشكله قد ايه وبيفيد قد ايه. اكبر مثال مثلا على كده براند ابل. والله ابل بيبيع على حسب الفاليو بتاعته، مش على حسب هو المنتج ده بيقدم ايه. انا معايا ايفون واقسم بالله كرهه، يعني ان شاء الله يا رب يخرجني منه على غير. فاكبر مثال على كده هي شركه ابل وبراندات تانية كتيره. يعني في براند مثلا عامل شنطه ب 44000 جنيه، وهي فعلا نفس الشنطه دي موجوده عندنا في مسجد الاستقامه تقريبا ب 200 جنيه ولا 250. فالموضوع بتبقى الاثنين هما شنطه، ولكن واحده متسعره بناء على ان المنتج بتاعها كلف كذا فبنضيف عليه كذا فيتباع بكذا، والتانية متسعره بناء على الفاليو او القيمه اللي بتقدمها للعميل. تعالى بس نبص كده على الجدول ده عشان نفهم الموضوع بشكل اوضح. انت عندك هنا نوع التسعير مبني على فكره كوست، هنا تكلفه التصنيع زائد هامش ربح. فمثلا مثال بسيط، الساعه تكلفتها 100 جنيه، والكاك بتاعها، الكاك هنا اللي هو تكلفه كل عميل هيجي لنا. يعني انا بعمل اعلانات او ايا كان اللي بعمله، فكل عميل بيجي لي بيكلفني 50 جنيه كده، يبقى انا دفعت 100 جنيه ثمن الساعه و50 جنيه ثمن العميل اللي جه. اذا يبقى انا المنطقه هبيعها ب 200 جنيه اللي هم 150، وهبيعها ب 200 عشان ابقى كسبت 50. الحاجه الثانيه الكومبيتيشن، والله سعر السوق والمنافسين، يا اما هبيع زيه او هبيع اقل علشان انا عايز اضرب فيه، او عاوز اعمل حجم مبيعات كبير مثلا عن المنافس، علشان انا والله بدور على مستثمر مثلا، فلما يجي يشوف الداشبورد بتاعتي يلاقيني عامل مبيعات كتيره جدا. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله. يعني بعد كده هنا عندنا الفاليو بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، ودي قيمه المنتج عند العميل. فمثلا لو العميل شايف انها تستاهل 1000 جنيه يبقى هنبيعها كده حتى لو كانت التكلفه بتاعتها 200 جنيه بس. شوف انا كاتبها لك ايه، هتقول انا عايز ابيعه ب 200 جنيه ب 1000 جنيه. هقول لك خد بالك، هو انت بتحقق شروط القيمه فعلا وعندك استعداد تدفع ثمن اظهار القيمه دي، زي مثلا من استمراريه محتوى مع جوده في كل شيء. يعني هنا الاستمراريه ان انت تعمل عدد كبير جدا من المحتوى، معناه انك تقلل في الجوده، لكن لا، هنا لازم تعمل الشرطين دول. ساعتها اقدر اقول لك انك ممكن تبيع بناء على الفاليو او بيزد فاليو برايس. امتى بقى نقدر نستخدم الموضوع ده؟ تعال اقول لك كده شويه تركات لما تعرفها تقدر تشوف انا ينفع اسعر المنتج بتاعي بناء على موضوع الفاليو ده ولا لا. اول حاجه عايزك تبص على المنافسين بتوعك بس ما تتقيدش بيهم، بص عليهم بصه زي ما احنا قلنا فوق، وابدا شوف اسعارهم دي مبنيه بناء على ايه اللي بيقدموه بالظبط مقابل السعر ده، لان ده السؤال اللي الكلاينت هيساله. يقول لك هو انا هروح اشتري ليه الغالي ما هي بتتباع عند فلان بسعر اقل. تاني حاجه اسأل العملاء بتوعك اللي اشتروا منك او العملاء اللي تعرف توصل لهم، وقيم رد فعلهم على السعر. هل الناس شايفة ان الموضوع ده بيستحق ولا لا؟ عايز اقول لكم على حاجة، انا اصلا الكورس بتاعتي كانت سعرها كان سعرها قليل، وبعدين سألت الناس قالوا لا احنا لو كانت اغلى كنا اشتريناها دفعة واثنين وثلاثة، فقررت بناء على كده ان انا اغلي سعر الكورس بتاعي. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي مثلا انا شخصيا اتبعتها يعني. وبعدين بعمل كورس مجاني على اليوتيوب يعني لوجه الله، ما عند الله خير وابقى يعني. بعد كده هنا فكرة ان انت تجرب اكتر من سعر، ايه اللي بيدي اعلى ارباح باقل مقاومه. واعلى ارباح دي بقى هنتكلم عنها مثلا في زي ما احنا قلنا ان انا ممكن اكون عامل مثلا منتج مثلا ب 1000 جنيه، وال1000 جنيه دي الكاك بتاعها 50، وبعدين قمت جاي عامل نفس المنتج عرضه ب 1000 جنيه والكاك بتاعها وصل 60، فساعتها يبقى بالنسبه لي سعر ال 1200 او عرض ال 1200 احسن من سعر ال 1000 جنيه. مثال على كده اكتر حاجه من الحاجات بتبقى موجوده هي شركات التسويق او برامج المحاسبه. هنا ممكن البرنامج مثلا بيكلف جنيه وبيتباع ب 10، وده لانه بيوفر على العميل 50 مش لان تكلفته جنيه. فده هنا مثال من امثله ازاي بنسوق بناء على الفاليو بتاعتنا. هنا سألنا سؤال، امتى بنستخدم الفاليو بتاعتنا او بنستخدم طريقه بتاعه الفاليو بيزد برايس؟ واحد، لازم يكون عندك منتج مميز وليه فايده واضحه. اثنين، تكون بتبيع حل لمشكله مهمه زي المشكله اللي احنا قلناها بتاعه البرامج المحاسبيه والفواتير الالكترونيه والحاجات اللي احنا ذكرناها تحت. ان يكون عندك براند قوي جدا بيخلي الناس تثق فيك وتدفع. وزي ما احنا قلنا ان التفاصيل دي كلها كنا قايلينها في كورس عن الاستراتيجي، فتقدر تبص عليه عادي يعني ومتوفر. لو وصلت لحد هنا فيا كتر خيرك والله العظيم بامانه يعني. فلو حاسس انك فصلت يفضل انك توقف وتروح تشرب كوبايه قهوه، حاجه حلوه كده، عشان اللي جاي مهم وانا عايزك مركز فيه. فناخد بريك.
خلاص رجعنا بقى من الاستراحه بتاعتنا، خلونا بقى نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا وهي اسمها الاورجانيك جروث. الاورجانيك جروث ده او النمو الطبيعي للحاجه الساعه، النمو الطبيعي للشركه بتاعتك. الشركه بتاعتك بتنمو نمو طبيعي ولا لا؟ وده معناه انك بتتطور وبتكبر ولكن من غير اي اعلانات مدفوعه. هنا الناس بتعرفك وبتشتري منك بطرق كتيره جدا ولكن كلها ما فيهاش اعلانات، ودي ليها طرق كتيره جدا ومعظمها مبني على فكره المحتوى القيم اللي بنقدمه للناس. ليه الموضوع ده مهم؟ اولا في عملاء عايزه تجربك فبيزيدوا لما بيشوفوا عنك وبيشوفوا محتواك بيبقى عايزين يجربوك. تاني حاجه تكلفه اقل لكل عميل جديد. انت ممكن يبقى العميل بيكلفك فلوس اقل جدا من ان انت تدفع اعلانات. تالت حاجه انك بتكبر لان فعلا الناس عاوزاك، يعني انت اي خطوه بتاخدها قدام بتبقى الناس هي اللي عايزاك وبتقرر انت تكبر او ما تكبرش. طب ايه اهم العناصر اللي بتركز فيها في موضوع النمو الطبيعي ده؟ اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لنا هي الكونتنت، المحتوى اللي انت ناوي تشتغل عليه. المحتوى ده عامل ازاي؟ من مقالات لفيديوهات لصور لبوستات لشروحات، كل دي انواع من المحتوى لازم نشتغل عليها وهنشرحهم باذن الله. الاس اي او من الحته بتاعه الكونتنت او كمان من الحته بتاعه ازاي تكنيكال، ودي هنشتغل عليها في الجزء بتاع الويب سايت والبرودكت والديسكريبشن بتاع البرودكت والحاجات دي في المستقبل. بعد كده السوشيال ميديا، شكل الريلز بتاعنا، الستوري، البلان بتاعت الستوري بتبقى ازاي، طب المشاركات او عدد الشير، الكومنتس بتاعتنا عايزه تبقى عامله ازاي وازاي استفيد من الكومنتات اللي الناس بتقولها. كل دي حاجات حتى بما فيها عمل الريلز هنتعرف عليها في المستقبل باذن الله في الكورسز بتاعتنا، لان في سيشنز كامله متكامله لكاب كات عشان نعلمك ازاي تعمل ريلز للبرودكت بتاعتك. بعد كده هنا عندنا السمعه والتقييمات او الورد اوف ماوث. الناس هنا بتقول لبعض ايه عنك، يعني هل بيقولوا عليك كلام كويس ولا لا، بيرشحوك لبعض ولا لا. وبعدين تقييمات العملاء اللي بنبدا ان احنا ناخدها علشان نشتغل بيها او نجيب عملاء جداد. ثالث حاجه او مش عارف دي رقم كام، وهي خدمه العملاء المميزه. كل لما عميل بينبسط هيجي لك 3 غيره. ودي احصائيه انا عاملها، بس هو كل ما عميل ينبسط اكيد هيجيب لك غيره يعني، بس انا قلت 3 عشان نبقى واقعيين ما يبانش ان هي انا اللي مؤلفها يعني. بعد كده هنا عندنا الكوميونتي. كوميونتي يكون جمهور بيحبك وبيتفاعل معاك وبيتكلم عنك، زي مثلا فكره ان يبقى في جروب على الواتساب او تليجرام او اي حاجه من الحاجات دي للدكاتره. الناس بتخش على الجروب ده وبيتفاعلوا وبيسالوا بعض وفي ناس بتجاوبهم وبعدين بيبداوا يرتاحوا للدكتور فيروحوا يكشفوا عنده. واخر حاجه هنا عندنا التعاون او الكولابريشن مش انفلونسر، ودي شركات ذكيه او شركات زيها زيك كده عندها ناس جمهورهم بيشبه لك، فما فيش مشكله ان انتوا تعملوا تعاونات مع بعض. زي مثلا ممكن تكون انت مثلا بتقدم دواء معين فبتعمل تعاون مع عيادات، او مثلا تكون انت بتقدم منتج مثلا نوت، منتج مثلا جرابات للموبايلات او جرابات لمنتجات مهمه وتعمل تعاون مع مكان بيبيع موبايلات، فان انت تعمل ميكس ما بين كوميونيكيشن ما بين الاثنين دول عشان تعملوا كوميونتي كويس. طيب ايه العيوب اللي في الموضوع ده؟ اول حاجه انك بتحتاج صبر ومجهود مستمر وجوده عاليه من المحتوى اللي انت بتقدمه او قيمه حقيقيه بتقدمها للناس. تعالى بقى نعمل مقارنه سريعه كده ما بين الاورجانيك جروث وما بين البيد اد او الاعلانات المدفوعه. اول حاجه السرعه، انت هنا في الاورجانيك بتنمو ببطء ونمو تدريجي. البيد اد انت هنا بتوصل بحاجه بسرعه ولكن بتوصل للناس ولكن بفلوس. التكلفه زي ما احنا هنا قلنا مجانيه او اقل بكتير، هنا محتاج ميزانيه مستمره ودايما تفضل تدفع في اعلانات. الاستمراريه هنا الموضوع مستدام وبيزيد مع الوقت. هنا طبعا اول ما بتوقف اعلانات الميزانيه او بتوقف الميزانيه بتاعتك البيع والشراء بيقف. بعد كده هنا الثقه، طبعا الثقه في الجزء الاورجانيك جروث اعلى بكتير عكس البيت اد، الناس بتشوف اعلاناتك وبتبقى لسه كده مش واثقه فيك. بعد كده هنا عندنا التحكم طبعا اقل في طريقه الجروث، انت بتشتغل على كذا حاجه وبتبقاش عارف الناس دي جايه منين بالظبط، على عكس البيت اد انك بتتحكم في الجمهور والاستهداف بتاعك. عندنا كمان نتائج طويله المدى هنا قويه وبتستمر في الاورجانيك، ممكن عامله زي شجره البامبو كده، اول كام سنه ما بتطرحش لحد ما بيجي في اخر 6 شهور بتطلع شجره كامله. فانت هنا ممكن تبقى بتعمل كونتنت بس مش حاسس نتيجته، بس فجاه تلاقي فيه نتيجه ظاهره واضحه. طبعا البيد اد او الاعلانات المدفوعه دي نتائج اقل لو اعتمدت عليها بشكل اساسي. هنا بقى في بلان محطوطه بشكل كروك كده علشان توضح لنا اللي احنا قلناه ده ازاي نطبقه على ارض الواقع. تعال نفترض ان احنا حطينا هدف على بعض ان احنا عايزين والله 3000 عميل يوميا من غير اعلانات. طيب اول اسبوعين هنعمل فيهم ايه؟ اللي هو من الاسبوع الاول والثاني. اول اسبوع وهو الاساس ده هنشتغل على ان احنا نحدد البرسونا بتاعتنا زي السن، الاهتمامات، المشكله اللي بتحلها، ودي طبعا حاجات هنعرفها في المستقبل
بتفصيل اكتر. بعد كده هنا هنحدد 3 مشاكل اساسيه عند العميل ونبدا نتعامل ونذكرها في المحتوى بتاعنا. هنحدد المنصات بتاعتنا زي انستجرام او تيك توك. بعد كده هنا لو الموقع بتاعنا هنراجع الاس اي او زي مثلا عنوان الصفحه، الكلمات المفتاحيه، سرعه الموقع. وعلى فكره في فايل كامل موجود تحت هو التشيك ليست للحاجات اللي المفروض تراجعها لما تيجي تعمل الويب سايت بتاعك. بعد كده هنا عندنا من الاسبوع الثالث للخامس بتبدا في ان انت تعمل فيديوهات قصيره كل اسبوع، بتعمل فيديوهات تعليميه او ستوري تيلينج، بتحكي قصه او بتعرض تجربه. بعد كده بتبدا تكتب 2 بوست تعليمي مثلا حل المشكله معينه او نصيحه او سؤال وجواب. بعد كده بتشجع العملاء بتوعك يكتبوا تقييمات او يعملوا منشن ليك لو في حد طلب منهم حاجه. وفي الاخر بتتواصل مع شخص من الجمهور شبيه وبتبداوا تعملوا لايف مع بعض، فكره الكوربليشن او الانفلونسرز او اللي احنا قلناها فوق. من الاسبوع من 6 ل 8 خلاص انت هنا بتبدا تبني الكوميونتي بتاعك، تبدا تعمل الجيف اواي، منتجات مجانيه وخصومات للناس اللي اشترت منك، بشرط مثلا هم يعملوا فولو او منشن او كومنت او يخشوا على الجروب بتاعتك. بتبدا تتابع التعليقات والردود دي كلها، زي مثلا بتبدا تخلي التفاعل عندك يبان طبيعي وبشكل لطيف. بتبدأ بقى بعد كده تراجع المحتوى بتاعك، مين اكتر حاجة جابت نتيجة وبتعيدها تاني او تبدأ تغير فيها. طبعا النيوزليتر من الحاجات الكويسة جدا، او التليجرام جروب او جروبات الواتساب علشان تقدر تبعت فيها العروض والمحتوى والافكار بتاعتك بشكل مناسب. بعد ما خلصنا بشكل كروكي كده البلان بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي، طبعا دي كل حاجه من دول فيها التفاصيل يعني، بس انا خليني اقول لكم هنمشي ازاي. تعالوا نتعرف على الادوات اللي هنحتاجها طوال فتره الكورس، وما تخافش كلها ادوات هنتعرف عليها باذن الله. انت بس شجعنا واشترك معانا في القناه علشان يكمل في اللي جاي. اول حاجه كانفا اللي هنعمل من خلاله الديزاينز بتاعتنا، كاب كات علشان نشتغل على الريلز بشكل واضح، تشات جي بي تي علشان نعمل المحتوى اللي هنستخدمه، تريلو او نوشن علشان نحدد الخطوات بتاعتنا ونعمل استراكشر كده، ودي حاجه مهمه جدا جدا لازم تبقى موجوده. طبعا جوجل كي وورد على مهم جدا علشان الاس اي او عشان نعرف الحاجات بتاعتنا. ده هنا الانستجرام او الانسايتس بتاعت انستجرام علشان نعرف النتائج، ونفس الفكره بتاعت تيك توك اناليسيز، وفي نفس الفكره بتاعت عمو جوجل بتاع النتائج اللي موجوده. كل دي ادوات هنستخدمها علشان تقيس ايه بالظبط. اول حاجه عايزين نقيس احنا بنزيد قد ايه كل اسبوع. تاني حاجه انا عايز اعرفها احنا زياده التفاعل بتاعنا زايد بشكل لايك وشير وكومنت، هنا بتكلم على الفولو، هنا بتكلم على الانجيجمنت. واخر حاجه طبعا الاورجانيك ترافيك بالنسبه للويب سايت بتاعي عامل ازاي. تعالوا بقى نجرب القلم ده. تمت. الحمد لله كده المحاضره الاولانيه بتاعتنا خلصت، ودي محاضره نقدر نقول افتتاحيه للكورس، معلومات كده شبه عامه لازم تكون عارفها عن الاي كوميرس قبل ما نبدا. المحاضره اللي جايه منتظرينكم تقولوا رايكم في الكومنتات تحت، وان شاء الله تكون على خير. وما تنسوش لو احتجتوا البرزنتيشن دي تكتبوا لنا في الكومنتات، هي موجوده في لينك تحت تقدر تشوفها كلها، وهي برزنتيشن معاها كل المحاضرات اللي جايه، تقدروا ان انتوا توصلوا لهم بسهوله عشان يفضلوا موجودين. والفيديو موجود معاكم وانا منتظر رايكم، واشوفكم بخير. وكان معاكم فهيم، وده قناه ترايوس فهيم، والسلوجان بتاعها شاهد فهيم وهو يحاول، وخلينا كلنا نحاول سوا مع بعض باذن الله.